مستعد تدفع كام عشان تشتري حريتك؟ بطلنا النهارده حط ثروة عمره في كفة ويقينه في كفة تانية، واختار المكسب المضمون اللي ما بيخسرش أبدا. الصحابي صهيب الرومي كان من أغنى أغنياء قدم مكة. يوم الخطوة هكذا الهجرة بعد الآن. قرر يهرب بدينه، لكن قريش وقفت له وقالت له بشماتة كده: انت جيت لنا هنا فقير واغتنيت وسطنا، عايز تخرج بفلوسك؟ انسى، مستحيل تخرج بيها. سيدنا صهيب ما فكرش لحظة، سألهم: لو سبت لكم كل فلوسي هتسيبوني امشي دلوقتي؟ وافقوا فورا وقالوا له اه طبعا. وصف لهم مكان الكنز واتخلى عن شقى العمر بمنتهى الرضا، ومشي في الصحراء معاه حاجة واحدة بس، هي يقينه بالله عز وجل. لما وصل المدينة كان تعبان جدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استقبله بابتسامة مسحت كل التعب ده، وقال له: ربح البيع أبا يحيى. ونزل فيه قرآن بيخلد الصفقة دي ليوم الدين. قال الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. رسالتي ليك النهارده يا بطل: اللي بتسيبه عشان ربنا ده استثمار مش خسارة. لما تضحي بحاجة غالية عشان دينك افتكر دايما جملة النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع. دي كانت حكاية يقين عن أغلى صفقة في التاريخ، بطلها حكاية الصحابي صهيب يقين الرومي. ولو وصلت نحييها معايا من لغاية هنا ما تنساش جديد، بقى تدعمنا نور بلايك وشير عشان نقدر نستمر. الصحابة عهد لا يحيد، صبر وثبات وقلب لا